السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز في قناة حكاوي تاريخ علابي برحمة والمغفرة وصلي على النبي. بص يا سيدي، تفتكروا ايه اللي حصل لمصر لما الحكم الروماني انتهى فعليا؟ هل حصل فراغ سياسي ولا البلد وقعت ولا الدنيا كملت بس بشكل مختلف؟ الحقيقة ان اللي حصل لمصر بعد الرومان ما كانش لحظة واحدة ولا حدث مفاجئ، لكنه كان مسار طويل من التحولات. بدأ من القرن الرابع الميلادي واستمر لحد القرن السابع، ومصر خلاله ما خرجتش من الحكم الإمبراطوري، لكنها خرجت من مرحلة ودخلت مرحلة تانية أثقلت كاهلها أكتر ما خففته. مصر كانت ولاية أساسية جدا في الإمبراطورية الرومانية، خصوصا كمصدر رئيسي للقمح اللي بيغذي روما والقسطنطينية، وده خلاها دايما تحت سيطرة مباشرة وحكم مركزي صارم ونظام ضرائب قاسي. لما الإمبراطورية الرومانية اتقسمت وسقط الجزء الغربي، مصر ما اتحررتش، لكنها بقت تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية اللي بنسميها الدولة البيزنطية. وده معناه إن الحكم استمر بنفس الأساس القانوني والإداري، لكن في ظروف أصعب. الدولة البيزنطية ورثت مصر وهي منهكة اقتصاديا، لكنها في نفس الوقت كانت محتاجة مواردها، فاستمرت سياسة الضرائب الثقيلة خصوصا على الفلاحين. الزراعة فضلت شغالة والنيل فضل مصدر خير، لكن توزيع العائد كان غير عادل، وده خلق فجوة واضحة بين الإدارة الحاكمة اللي أغلبها كان يوناني اللغة والثقافة وبين السكان المصريين المحليين. في نفس الفترة كانت المسيحية بتتحول من دين مضطهد إلى دين رسمي للدولة، وده حصل في القرن الرابع الميلادي، لكن التحول ده ما كانش سلس في مصر. المسيحية انتشرت بين المصريين بسرعة وظهرت الكنيسة القبطية بهوية مستقلة، لكن الدولة البيزنطية حاولت فرض مذهبها الرسمي، وده خلق صراع ديني حاد. الخلافات العقائدية ما كانتش مجرد نقاشات لاهوتية، لكنها تحولت لأداة سياسية، وأحيانا لعقوبات واضطهاد مباشر لقيادات الكنيسة المصرية. نتيجة الضغط الديني والسياسي ظهرت الحركة الرهبانية في مصر بشكل واسع، والناس لجأت للأديرة في الصحراء، مش هروبا من المجتمع بس، لكن كنوع من الاعتراض الصامت على الحكم القائم. الرهبنة المصرية كانت ظاهرة حقيقية وموثقة، وانتشرت من مصر لباقي العالم المسيحي، وده دليل إن المجتمع كان بيدور على بدائل روحية بعيدا عن سلطة الدولة. اقتصاديا مصر ما انهارتش، لكنها ما اتطورتش. الإدارة البيزنطية ركزت على التحصيل أكتر من التنمية، والطرق والمنشآت كانت بتصان بالحد الأدنى. ومع الوقت بقى في شعور عام بعدم الانتماء للحكم، لأن المصريين لا كانوا شركاء في القرار ولا مستفيدين من العائد الحقيقي لأرضهم. سياسياً ما حصلتش ثورات شاملة ناجحة ضد البيزنطيين في مصر، لكن حصلت اضطرابات محلية ورفض سلبي وعدم تعاون أحياناً مع الإدارة. ده خلق حالة من الجمود، لا استقرار حقيقي ولا انفجار، لكنها حالة إنهاك طويلة المدى. مع دخول القرن السابع الميلادي كانت الدولة البيزنطية نفسها ضعفت بسبب الحروب الطويلة مع الفرس واستنزاف الموارد، وده انعكس على سيطرتها على الأقاليم البعيدة زي مصر. الحاميات العسكرية قلت فعاليتها، والإدارة بقت أقل كفاءة، وما كانت الدولة عند السكان المحليين كانت ضعيفة جدا. لما نيجي نبص على مصر قبل أي تحول كبير، نلاقي إنها كانت بلد مستقرة شكليا، لكنها من الداخل متعبة. اقتصاد قائم لكنه مجهد، مجتمع متدين لكنه منقسم، وسلطة حاكمة موجودة لكنها غير مقبولة شعبيا. وده يفسر إن أي تغيير لاحق ما قبلوش المصريين بمقاومة جماعية واسعة، لأن الحكم القائم ما كانش ليه رصيد حقيقي عند الناس. المرحلة اللي بعد الرومان علمت مصر إن الاستمرار تحت حكم خارجي واحد مش دايما معناه استقرار، وإن الضغط الطويل بيغير بنية المجتمع حتى من غير حروب. اللغة القبطية ترسخت، الهوية الدينية اتشكلت، والإحساس بالخصوصية المصرية زاد، رغم إن السلطة السياسية كانت أجنبية. مصر في الفترة دي ما كانتش ضعيفة ولا منهارة، لكنها كانت مثقلة، وكل اللي حصل كان نتيجة سياسات موثقة ومعروفة، مش خيال ولا مبالغة. تاريخياً اللي حصل بعد الرومان كان انتقال بطيء من سيطرة إمبراطورية لأخرى، مع استمرار نفس المشكلات الجوهرية. وهنا بعد ما شفنا الصورة كاملة، يجي السؤال اللي لازم يتسأل: هل تعب مصر بعد الرومان كان سببه الأساسي الضرائب، ولا الصراع الديني، ولا غياب المشاركة السياسية، ولا إن مصر كانت دايما ولاية مهمة أكتر من كونها وطن لأهلها؟ شاركوني رأيكم، لأن كل إجابة ليها سند تاريخي، وفي الآخر
الحكمة اللي التاريخ المصري بيثبتها من غير تجميل ولا خيال إن البلد اللي عاشت قرون تحت حكم إمبراطوريات وتغير عليها الدين واللغة والحكام قدرت تفضل موجودة لأنها عرفت تتكيف من غير ما تذوب، وممكن تتعب طويل لكن عمرها ما تختفي. هنا خلصنا القصة ومتنسوش الاشتراك، وسلام.